السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله اقدم لكم 3 مشاريع ب90 جنيه. هنعمل دوني، وهنعمل خل، وهنعمل ديتول في البيت. شايفين الازازة اللي انا بوريها لكم الجميلة دي؟ ديت الديتول، ديت الدوني. ريحتها جميلة جدا جدا، بصوا، وفائقة. بصوا لدرجة يعني خلي الغسيل بتاعك ده كده في منتهى الجمال. ودي زي بتاعت اكياس الصابون، نفس الاسم، بروكس. ديت بتبقى جميلة جدا. هنعمل الديتول الخام بكل سهولة. هنا الراجل انا خدت منه الازازة ديت، الازازة دي ب30 جنيه. قال لي تعمل 6 لتر ديتول او 8 لتر. فانا جبت الازازه بتاعت الكاروره دي اللي بتاخد 10 لتر، ونقصت منها كده شويه بالبركه، وحطيت الديتول. بصوا كده عملنا اول مشروع بمنتهى السهوله. لو انت عايزه اللون بتاعك يبقى غامق شويه، بتجيبي بجنيه لون من عند الراجل بتاع حاجات الصابون، وتحطيه في قلبيها وترجمه، ويبقى زي الجاهز بالظبط. بصوا ريحته جميله جدا جدا. ده بقى للحمامات والمسح يا بنات. خلي الشقه جميله بقى، ولا صرصاره ولا دبانه ولا هاموشه ولا اي حاجه. انا بقى عماله ايه ارج فيهم، وحطيت برضو شويه لون كده بسيطه في قلب الازازه، وحطيتهم فيه عشان يبقى لونه برتقاني زي الجاهز بالظبط. شايفين اللون الديتول عامل ازاي؟ ولا ريحته بقى؟ شوفي الازازه دي كلها تقعد معاكي قد ايه. لو حطيتي بخاخه كده ورشيتي على الارض ولمعتيها، تبقى حاجه في منتهى الجمال. ده بالنسبه لي اول مشروع يا بنات بتدعم. المشروع التاني هنعمل الدوني. الدوني الازازه الصغيره اللي شفتها دي ب30 جنيه. برضو قال لي آه بتعمل 6 لتر. بتعمل ايه؟ 6 لتر. هحط بقى 6 لتر ميه. الكوز دوت او الشفشق ده انا بعاير بيه. هو ريتل، فاعمل 6 وحدات، او بازازه حاجه ساقعه، او باي معيار عندك. هتحطي 6 لتر. الحاجات دي يا بنات بتيجي من عندي بتاع الصابون زي ما قلت لكم كده اهوت. اللي هم زي اللي في باب الشعريه، واللي عند العتبه والكلام ده. هم دول يعني المنبع بتاع حاجات بتاعت الصابون والغسيل والمستحضرات دي كلها اللي بتتحضر. فانا ساكنه قريب منهم، فانا بروح اجيب على طول حاجاتي كده وبعملها في البيت. وعامله معاكم قبل كده الشاور، وعامله معاكم بلسم، وعامله معاكم حمام كريم. كله من عنده. بروح اقول له انا عايزه وصفه كذا، بيديني تركيبه جاهزه، يا دوبك انا بلفها. شايفين ازازه الدوني قد ايه؟ صغيره جدا، بس ريحتها يا بنات كانت جميله جدا جدا جدا. وهتخلي غسيلك بقى. انتوا عارفين ان الدوني غالي. هبدا بقى احط الازازه بتاعتي كده وادوب ايه الخليط بتاعي. وخلي بالكم عشان هو بيبقى لزج، فلازم تدوسي على الازازه قوي علشان تنزلي كل اللي فيها. هي الازازه كانت ملزقه من جوه جامد، فانا بقيت مستغربه هو ماله ليه خفيف كده. بصوا لقيت جواها ايه. فانت لازم برضو تطلعي كده تستغلي كل حاجه موجوده، عشان ما نهدرش بقى، احنا بنوفر دلوقتي. فانا ده خرجت كل اللي فيها دي وركنتها، وبعد كده كمان حطيتها في السافون. خلت الحمام ريحته جميله قوي. كل ما ينزل ميه بينزل الريحه الجميله. انا بقى هدوبه كده خالص علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات ولا اي حاجه. تضربيه كده حوالي 10 دقايق ولا ربع ساعه، وتسيبيه بقى كده في الطبق زي ما هو في الحمام. 3 ساعات 4 ساعات. اعملي اللي وراكي يعني وارجعي له. طبعا انت كل ما بتلفي فيه كل ما بيتقل. هو في الاول بيبقى خفيف، ما تقلقيش، هو هيتقل معاكي. انا بقى دوبته. بص بوريكم، هو تقل شويه بس مش قوي. في كده حاجات متكتله كده بندعكها برضو عشان تدوب. ورغوه وريحه وجميل جدا جدا يا بنات. ازاي ب30 جنيه هتعمل معاكي؟ هتشوفي دلوقتي هتعمل معانا قد ايه. هتستغربوا من الكميه اللي عملتها، وتقلي ازاي وبقى جميل. فيا ريت تجربوا التجربه دي، وممكن تعملي مشروع من البيت وتتربحي منه. هنا بقى مشروع تالت، مشروع الخل. وانا عامله قبل كده في القناه بتاعت يوميات مس امال. لكن الفيديو ده هنزل لكم على القناه ديت منوعات ومشروعات مس امال، عشان كل ما بلاقي مشروع ينفع ست البيت بقول لك عليه، عشان تسترزقي منه، تقدري تعمليه تبيعي بقى لجيرانك، لحبايبك، لاهلك، لزمايلك في الشغل. ده روح الخل. روح الخل ده يا بنات فظيعه جدا. ريحتها خل. بصوا يعني ما خدتيش بالك من نفسك. نفسك ممكن يتضايق يعني لو انت نفسك حساس. حطيته انا بقى كده في ازازه اهو، واقفلها كويس قوي، او بطرمان ازاز، وتشيلها عندك في المطبخ. وكل ما تحبي تعملي خل هتحطي حبه صغيرين جدا. لو عندك سرنجه 5 سنتي يبقى حلو، تعمل لك رتل خل. فظيع يا بنات قوي، وريحته نفاذه،
وده الخل روح الخل اللي بيتعمل منه الخل. فانا بقى اغطيها كده واشيلها. كنت الاول بحطهم دول على 10 لتر ميه. النص كيلو ده بيتحط على 10 لتر ب 45 جنيه. 45 جنيه. ربع كيلو، ربع كيلو ب 45 جنيه عشان غالي جدا. فانا بقى باخده كده واقوم حاطاه عندي، وكنت بعمله في ازازه مره واحده. واستعمله. هنا بقى انا بوريكم الشاور اللي انا عاملاه للاستحمام. جميل جدا برضو، جاهز كده من عند الراجل بتاع الصابون. شايفين قلت بقى تاني بعد ما عملت الدوني قعدته كده 4 ساعات. تعالوا شوفوا تقيل معايا بقى ازاي، وبقى جميل جدا وريحته جميله جميله جميله. بصوا بقى القوام بتاعه اهو. كل ما بتسيبيه كل ما بيتقل. شوفي بقى احنا عملنا الكميه دي كلها. شوفي انت بتروحي تجيبي من عند الراجل الكيلو بكام. نبدا بقى انا اعبيها عندي في قلب الجراكن بتاعتي اللي انا دايما متعوده بعمل فيها المساحيق، وبعمل فيها الصابون، وبعمل فيها الدوني. فانا قلت بقى اجيب الدوني عشان يدي للغسيل كده ريحه وحلوه. وطبعا الدوني غالي جدا يا بنات، فاحنا قلنا ان احنا ايه، احنا هنعمله في البيت بكل سهوله. وزي ما قلت لكم العلبه دي كانت يا حبايبي ب 30 جنيه. شوفوا بقى ب 30 جنيه هيعمل لنا دوني قد ايه. طبعا انا كده دلوقتي عملت الخل بعمله في البيت، والصابون بتاع الغسيل، وكمان جبت الشاور اللي انا وريته لكم في اول الفيديو. برضو بصي انت روحي عند بتاع المنظفات، بس يكون منظفات كبير يعني، يكون عنده كل حاجه. تقولوا له انا عايزه مثلا وجبه شاور، وجبه شامبو، وجبه بلسم، وجبه حمام كريم. بيقول لك بصراحه على كل حاجه، وبيقول لك ايه هي اللي تحطيه وكام لتر ميه والكلام ده كله. ما بيبخلش بصراحه باي حاجه. فانا رحت اقول له انت عندك دوني يعني حاجه كده تكون قريبه في البس، لان انا عارفه ان الدوني غالي قوي. كنت بجيب الوجبه قبل كده بس غلي بطريقه. راح قال لي ايه، قال لي لا. قلت له طب ما تشوف بس كده عندك اي تركيبه اي حاجه حلوه. قال لي طب بقول لك ايه، انا عندي علبه ب 30 جنيه، اللي هي كانت صغنططه قوي اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو، كانت ب 30 جنيه. رحت رايحه ايه، قلت له طب هاتها، طب ما انت عندك اهو. طبعا زي ما احنا شايفين كده دوت جيركن برسيل قديم حطيت فيه. شوف هنعمل معانا بقى كام جيركن كده. هعبي كده الباقي عشان بصور بايد وبعبي بايد وارجع له. تعالوا بقى بصوا شوفوا معايا الدوني عمل معايا 3 جراكن. شايفين الجيركن بسم الله ما شاء الله مليان وتقيل. وطبعا هنا طبعا اللون مختلف لان لون البلاستيك مختلف، عشان كده هو مدي هنا لون غامق وهنا لون فاتح. فهنا حسب البلاستيك بتاعه. وبرده اهو زي ما احنا شايفين عملت 3 جراكن دوني ب 30 جنيه، يعني الجيركن واقف ب 10 جنيه. شوفي بقى روحي هتشوفي تجيبي كيلو الدوني بكام. والله جبته ومش بالريحه والجمال ده. انا نفسي يعني تكونوا موجودين معايا عشان تشوفوا ريحه الدوني وحلاوته وجماله. بالنسبه يعني ريحته تحفه. حتى الطبق اللي كنت بعمل فيه خدته كده على الحمام بشطفه بس كده، خلى الحمام ريحته جميله جدا جدا. وطبعا في قلبي حبه كتير عشان هو لزج، فلازق طبعا في الطبق، عايز تشطفيه كذا مره عشان تنزل الريحه الجميله بتاعته. وايدي والله ريحتها جميله جدا. اتمنى ان انتوا تجربوه. ولو حد ساكن عند العتبه، عند باب الشعريه، الحاجات دي عند بتوع المنظفات اللي هناك. او بقى شوفوا انتوا بتجيبوا الحاجات بتاعت الصابون منين. ناس بيقولوا عليها الصبانه، وناس بيقولوا عليها بتاع المنظفات، ومش عارفه حسب ما انتوا ايه ما انتوا بتجيبوا الحاجه بتاعتكم دي. شوفوا بتجيبوها منين. فطبعا توفير التوفير. يا ريت تجربوه. دوني 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 يعني. بصوا مفيش بعد كده. دوني هو بس الجراكن طبعا اسم المنتجات اللي انا كنت بجيبها، بس طبعا بطلنا نجيبها خلاص مقاطعه، وكمان غاليه جدا جدا. فخلاص بقى احنا بنستخدم كل حاجه دلوقتي بنعملها في البيت. الشطري بقى كده وجربي وقولي لي عملتي بقى الخل ازاي. الخل اسهل منه مفيش. الازازه اللي جبناها دي نص كيلو، ربع كيلو يا ربي، بكام هقول لكم في الفيديو. زي ما قلت لكم خد مني بالظبط كده على الدوني. على الدوني ب 30 والديتول ب 30، وجبت ب 15 نص كيلو زهره بيضاء عشان الغسيل، عشان انا غسلتي فوق اوتوماتيك. وجبت كمان اللهم صل على النبي الخل، فخد مني 120 جنيه. الخل ب 45 جنيه يا بنات. الخل غالي جدا جدا. طبعا زي ما انتم عارفين فكل مره بستعمل الصابون ده. الصابون ده جميل قوي لكل حاجه والله. فاكرين زمان احنا لما كنا بنغسل الغسيل، نقعد نبشر الغسيل ونخليه خام كده خالص علشان نعمل ننضف بيه. بصوا انا كنت جايبه 6 من ايام ما كانت ب 25 جنيه. كل شهر كده بطلع واحد اعمله
والله وعندي، وما بنزل بقوم جايبه كيس ارميه عندي، اشيله عشان ما احسش باي ازمه، ولا اضلع في المصروفات والمصاريف. كده انا عملت الدوني وعامله الخل وعملت الديتول، وهنا الصابون عملته معاكم كذا مره، فما فيش داعي ان انا اعمله تاني. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، وتقولوا لي ايه رايكم، ودعوه حلوه منكم كده. واستنوني فيديو جديد. وممكن على فكره تعملي مشروع الدوني ده في البيت، وتحطي كل كيلو من دول في كيس بلاستيك. دول حوالي هنقول 9 كيلو. هو واخد 6 رتل ميه، بس مع تقله يديكي 9 كيلو. فانت لو وزنتي وعندك ميزان وبعتيه، لو بعتي الكيلو ب 15 جنيه انت الكسبانه. شوفي بقى 15 هتضربيهم في 9، 15 بس في 10 ب 50، و5 في 9 ب5 15 قصدي 10 في 9 ب90، وعندك 5 جنيه في 9 ب45، يبقى 135 جنيه، وانت جايباه ب30 جنيه. مشروع ولا مش مشروع؟ يلا بقى اعملي كده مشروع كده، او اعملي حتى لاخواتك لجيرانك، وقولي لي بقى ايه عملتي ايه ووصلتي لحد فين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.